السلام عليكم، انا دينا شعراوي ودي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهارده هوريكم ازاي نقدر نخلي صلصال ناشف نطريه من غير ما ياخد مننا وقت كتير. اول صلصال معانا صلصال بروتو، هو صلصال نوعا ما ناشف، مش ناشف قوي، ولكن هوريكم طريقه العجن بتاعته. في طريقتين، ممكن نستخدم الرولر زي ما انتم شايفين ونتنيه بالمنظر ده، ونبدأ الرولر نمشيها عليه من اول التانية عشان نتفادى ان يكون في اي جيوب هواء او اي هواء يدخل جوه الصلصال. شايفين انا بعمل ايه؟ دايما من عند التانية. وكل ما نيجي نتني لو لقينا الصلصال بيتقطع واحنا بنتنيه يبقى كده لسه ما استواش، فنكمل تاني. نفضل نكمل لحد ما نلاقي ان خلاص ما بقاش يتقطع، كده نعرف ان الصلصال استوى على قصدي طري على الاخر. ممكن نعمل نفس الكلام بالظبط بالباستا ماشين، وهوريكم نفس الطريقة بالظبط يعني، بس بنبدأ دايما يعني أكتر سمك، أكبر سمك في الباستا ماشين، وبنفضل نصغر لحد ما نوصل لأصغر سمك، وبنتأكد ان هو بقى طري بنفس الطريقة اللي اتأكدنا منها في الأول. وطبعا لازم ندخل جوه الباستا ماشين من أول التانية عشان نتفادى الهواء. ممكن من الجنب برضو، ممكن تكون التانية دي موجودة على جنب، ده بياخد وقت أقل بالباستا ماشين وكمان بيبقى أسهل على الإيد. كده تقريبا بقى تمام، خلاص مش محتاج أكتر من كده. تاني نوع صلصال هو صلصال ناشف وبيفرفت. أفضل طريقة ليه إن إحنا نستخدم الرولر أو الباستا ماشين، بس نقسمه كذا قطعة صغيرة. أنا قسمته قطعتين، وبعدين على الواسع في الباستا ماشين على أسمك حاجة. بنبدأ إن إحنا نمشيه في الباستا ماشين واحدة واحدة. إحنا مش هنطريه قوي، إحنا عايزين نطريه حبة صغيرة. كل القطع الصغيرة اللي إحنا قطعناها هنطريها قطع صغيرة، وبعدين نلزقهم في بعض ونفضل نطري فيه برضو الباستا ماشين لحد ما نوصل ان هو يبقى طري خالص وينفع نستخدمه. شايفين هو مفرفت ازاي؟ الباستا ماشين بتسهل بقى الكلام ده. اهم حاجة ان احنا نحط دايما قطع صغيرة صغيرة، وبعد كده نجمعهم في بعض. طبعا بنحطه بعد كده في الاخر خالص، بنحطه على ارفع حاجة لو محتاجين. هنا انا ما كنتش محتاجة، خليته على السمك الوسط. شايفين طري ازاي؟ حلو جدا وممكن نستخدمه بسهولة. النوع ده بقى ده اكتر نوع صلصال صعب، اللي هو بيكون مش بس ناشف، ده محجر، يعني عامل زي الحجر كده. ده ما ينفعش معاه بقى لا باستا ماشين ولا رولر. في الاول لازم يتحط في كيس بلاستيك ونحط معاه نقطة بيبي اويل، وبعد كده نقفل الكيس ونحطه جوه مية سخنة. نفضل حاطينه جوه المية السخنة دي مثلا لمدة 5 ثواني، ونطلعه نشوف كده هل طري ولا لسه. انا بوزع هنا الزيت مع الصلصال بدخله تاني، وبعد كده طلعه. انا هنا مسرعه الفيديو طبعا، بس انا بقعده 5 ثواني. انا هنا لقيته ان هو بقى طري كفايه، اقدر ان انا اعجنه. اللي هيحصل ان انا هطلع الصلصال وهعجنه يعني هعجنه بحيث ان البيبي اويل اللي انا كنت حاطاه يدخل جواه، لان ده زي ما انتوا شايفين بصوا مفرفت ازاي، يعني مستحيل ان احنا نشتغل فيه من غير بيبي اويل. فبس بحاول بصوابعي ان انا ادخل البيبي اويل جوه الصلصال على قد ما اقدر،
وبعد كده يا اما بشتغل بالرولر يا اما بشتغل بالباستا ماشين زي العادي زي ما كنا بنعمل في الاول كالعادة على اوسع مقاس. وبعد كده بنفضل لحد ما نوصل لغاية ارفع حاجة. هنا قفلت النور بس عشان اوريكم ان لسه بيتقطع في النص، وده معناه ان هو لسه ما اتعجنش كويس. هنقعد نعجن حبة كمان لحد ما يبقى خلاص ما بيتقطعش لما بيتني. كده بقى تمام خلاص. يا رب يكون عجبكم الفيديو. احنا خلصنا النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبس، ميرسي، باي باي.